النهارده يوم حصاد البطاطس اللي زرعناها في شهر واحد. والنهارده دلوقتي احنا في نص اربعة دلوقتي. فيلا بينا نحصدها معاكم. زي ما انتوا كده شايفين هنبدأ نحصدها. هي كانت هنا بقى جفت خالص اهيت، فيلا بينا نبدأ نحصد البطاطس. ومش هقول لكم بقى على اللي انتوا هتشوفوه دلوقتي. يلا بينا نشوف بنفسنا. واحنا لسه بنشد البطاطس، بسم الله الرحمن الرحيم، طلع لنا بطاطس كده زبلة كده صغيرة. بس انا كنت متفائل بإذن الله يعني. وطبعا انا مش بلس على حاجة، احنا بنزرع زراعة عضوية منزلية في اقفاص، فان هي تطلع كده بس فحلو على يعني. رأي الفيديو اللي انا شفته على التيك توك، شقة عمري حرفيا. بقالي 3 شهور زارع فيهم، وشقة عمري ده مش شايف بطاطس يعني كتير يعني. بس كويس يعني. هتلاقوا دلوقتي اكبر بطاطساية هتطلع في الحصاد كله، لقيتها في قاع القفص. فبطاطساية جميلة بصراحة، عجبتني شكلها. وبصراحة يا جماعة، من احسن البطاطس اللي ممكن تشوفوها هي البطاطس اللي مزروعة في المنزل دي. ففضلت بقى افر في التربة كلها، وقلبت التربة فوقها تحتيها. ما قدرنا نطلع دول، فبطاطس جميلة. ومعلش بقى يا جماعة على المنظر ده عشان كنت بحصد. فبطاطس جميلة، متنسوش تحطوا لايك وسبسكرايب، وانتظرونا في حصادات كتيرة جاية. وبس كده.